وحتى الاكل بجد. وانتوا ليه بتعملوا انترفيو من غيري؟ انت ايه اللي جاي؟ احنا مش بعتناكي، احنا مش بعتناكي يا بنت هناك وقلنا نقول كلمتين، جيتي منين؟ عشان هتقول الكلام كله، مش هتخلي حد يقول حاجه غيرها. بتقولوا ايه؟ فين؟ احنا بنقول ان انت من غيرك احلى حاجه في الفيلم. والله قلت كده امتى بجد؟ هاتي بوسه، ما لحقناش نبص. اهلا والله ولا حاجه، انا كنت لسه ياسمين بساله. هلف قوليها ماشي يلا. طب السؤال الجاي. واسماء جلال كانت اكتر حاجه مزعجه في الفيلم. ايه ده؟ اكتر وتحت في اللب في العربيه كل شويه. هاي وات وومن وونت، انا ياسمين رئيس ممثله، وهعمل النهارده انترفيو مع احمد خالد صالح ممثل. عملنا مع بعض فيلم الفستان الابيض، وكان عرضه هنا في المهرجان الاولى، ان شاء الله نازل السينما في نوفمبر، اتمنى يعجبكم. ليا الشرف يا استاذه ياسمين. هاي وات وان وانس، انا احمد خالد صالح، والنهارده هعمل انترفيو لاستاذه ياسمين رئيس بعد العرض الاول لفيلم الفستان الابيض في مهرجان الجونه، وان شاء الله ينزل السينمات في نوفمبر. مستنيينكم تتفرجوا عليه وتقولوا لنا ايه رايكم. بص يا سيدي، قولي لي. انا عايزاك تحكي لي عن احساسك انت لما جالك الفيلم ولقيت الفيلم مش بطولة الراجل، الفيلم بطولة الستات. حصل لك ايه؟ قولي الحقيقة. اتبسطت، لان هو الموضوع بالنسبه لي مش بطوله الراجل ولا بطوله الست، على قد ما هو بطوله الحدوته. يعني هو فكره الرحله بتاعت التدوير على الفستان، على قد ما هو 80% منها عند العروسه، بس ال 20% اللي عند الراجل او عند العريس دول برضو لا مؤثرين جدا. فحسيت ان هو لا، هم مكملين بعض. يعني فكره الخناقه ما بين مين هو المتزعم او مين هو اللي واخد البرسنتج الاكبر دي ما حسيتهاش قوي بصراحه. حسيت ان انا بقرا لا شخصيات بجد، لحم ودم، ناس انا قابلتها في حياتي واعرفها، صحابي وقرايبي، فحبيت قوي ان احنا نعبر عنهم، وحسيت ان هي فرصه حلوه قوي ان احنا نعمل ده. يعني ما حسيتش ان انت ايه ده، يو الفيلم كله البنات هي اللي بتعمل كل حاجه؟ فانا كنت حاسس ان انا عايزه اعمل حاجه. طب ازاي انا ما انقذ، انا كراجل ما عرفتش احل المشكله دي وانقذ الموقف؟ ما في يعني ما جاتلكش التساؤلات دي؟ انا بسالك السؤال ده لان انا بيجي لي تعليقات كتير الممثلين عن الافلام اللي بتبقى بطوله نسائيه لما بيقروا الورق. فكنت احب اعرف منك انت برضو، يعني هم يمكن ما جاتش الفرصه ان هم يشتغلوا معايا في حاجه زي دي، بس انا عارفه رايهم. فكنت عشان كده حابه اعرف منك انت. فاذا انا دلوقتي اللي توصلت له ان انت ممثل يعني بيهمك الكيف اكتر من الكم. طبعا، وحاسس ان ده هو الاولويه. شكرا. ايه ده، مذيعه شاطره قوي يا اخواتي. والله والله، وعملت كونكلوجن للسؤال. ايه ده معقول؟ طيب، بما ان الفيلم بيتكلم عن قضايا كتير تخص الستات، ايه اكتر حاجه اول ما قريتي السكريبت اتاكدتي انك هتاخدي الفيلم ده؟ ايه اكتر حاجه اكدت لك لا الفيلم ده انا عاوز اعمله عشان القضيه دي، لان هو في اكتر من قضيه في الفيلم؟ طيب، هو انا يعني يعني احنا كلنا لما بنعمل افلام بنبقى نفسنا يبقى الفيلم عنده حاجه بيتكلم عنها، بس انا بحس برضو ان انا لما بعمل فيلم اكتر ان انا بحكي حدوته البنت دي. ده حقيقي. انا ماليش دعوه بقى يعني بقضيتها قوي هي ايه. انا لما هحكي الحدوته، الناس لما تتفرج كل واحد هيحس بالقضيه اللي تهمه. في مثلا حد اتفرج على الفيلم قال لي تعليق صغير جدا وبسيط جدا: هو ليه بيقول لها كلي اي حاجه؟ وحتى الاكل بجد. قالت لي هو الحق. وانتوا ليه بتعملوا انترفيو من غيري؟ انت ايه اللي جاي؟ احنا مش بعتناكي يا بنت هناك وقلنا نقول كلمتين، جيتي منين؟ عشان هتقول الكلام كله، مش هتخلي حد يقول حاجه غيرها. بتقولوا ايه؟ فين؟ احنا بنقول ان انت من غيرك احلى حاجه في الفيلم. والله قلت كده امتى بجد؟ هاتي بوسه، ما لحقناش نبص. اهلا والله ولا حاجه، انا كنت لسه بساله. ياسمين هلف قوليها ماشي يلا. طب السؤال الجاي. واسماء جلال كانت اكتر حاجه مزعجه في الفيلم. ايه ده؟ اتفاجئت. وتحت في اللب في العربيه كل شويه تعمل له كده. بس يا سيدي فهو كل حد هيتفرج هيطلع هو بقضيه لمساه هو بالظبط. لكن ان انت تقول انا عملت الفيلم عشان القضيه دي، لا، انا عملت الفيلم عشان البنت دي. انا لما قريت الحدوته بتاعتها حبيتها وتعاطفت معاها وحسيت بيها
وحسيت ان هي حدوته حلوه ممكن تتحكي، والناس لما تتفرج عليها ما تتضايقش منها جدا. بس هو ده. وانا عجبني قوي فكره النقاشات اللي حصلت، ان كل حد عنده راي وكل حد خارج بقضيته فعلا، وكل حد خارج حاسس انه لا ده لمسني. ففكره النقاش اللي ما بين الناس دي بالظبط. تحفه بعد اي شغل. بس انا عندي سؤال هنا بيقول حاجه شبه اللي انت سالتهاني، يعني انت هتعمل ايه لو عرفت ان فستان عروستك ضاع او باظ قبل الفرح بيوم؟ اكيد هنحاول نتصرف، يعني هشوف ايه اللي مناسب بالنسبه لها هي اول حاجه. يعني هو فكره التصرف اغلب الوقت هيبقى تصرف الراجل غير تصرف البنت، فبحب اسمع منها انت حابه تعملي ايه، عشان ما اجيش انا اقول حاجه فابقى بزود اكتر المشكله وانت مش سامعني. فلا، احب اسمع هي هيبقى عندها ايه حلها اللي حابه تعمله، وابتدي انا اجود عليه او ابتدي ازود عليه او ابتدي اقول لها طب ايه رايك لو عملنا كذا. بس فكره ان انا اروح ناطط انا ولا يلا نحل يلا نعمل، حاسس ان هي هتزود المشكله اكتر وهنلغي الفرح خالص. برافو عليك. صح؟ الحمد لله. انا برضو كان عندي شويه عكوسات كده قبل الفرح، فجوزي جه قال لي حبيبتي انا معاكي في اي حاجه انت عايزاها. عايزه نعمل الفرح هنعمله، عايزه نلغيه هنلغيه، عايزه ناجله شوفي انت عايزه ايه وقولي لي. وانا اعتقد دوت هتلاقيه ريحك جدا، ريحني جدا. خلاني اكمل اليوم عادي من غير اي بريشر. بالظبط. صح، برافو. لو هتنصحي البنات بحاجه يعملوها قبل الفرح عشان ما يبقوش متوترين ويفضلوا هاديين، هتبقى ايه؟ ان هما يعني يكونوا جاهزين نفسهم من بدري، ما يسيبوش كل حاجه لاخر لحظه ويقعدوا ياجلوا في الحاجه لحد ما كل حاجه تتكربس قبل الفرح على طول بايام. لان اعتقد يعني من تجربتي الاخيره القريبه، لان انا لسه عامله فرحي في شهر 6، يعني ان الواحده لازم تكون خلصت كل حاجه، والاسبوع او الكام يوم اللي قبل الفرح تكون بترتاح، لانه مجهود جامد بقى يوم الفرح. انت بتسلم على كل الناس المعزومه اللي وات ايفر بقى، انت عازم 200 300 هتسلم عليهم كلهم ضيوفك يعني واحد وهتبقى طول الليل واقف، ويعني انت بتبتدي بقى من الصبح تجهزي فلازم تبقي مديه لنفسك اخر 3 ايام دول وقت ليكي انت عشان ترتاحي، تسمعي مزيكا، تبقي ريلاكس، ما تبقيش مضغوطه. يعني اهم حاجه كده لان هي الرواق. ما تزقش كل حاجه الاخر. ايوه فتبقى يعني بتجري بقى بتشوف الفستان والمكياج ومين هيعمل ايه لا، لازم تبقى في كده في الاخر، لان يوم الفرح بيبقى مجهود جامد جدا. هنجري تاني اليوم كله طبعا. بنجري جامد طبعا. يعني انا اكتشفت ان انا اتبسط اكتر في الفرح لما اروح لحد. اكيد انا مش شايله هم حاجه، انا رايحه اتبسط، لكن فرحي انا كنت شايله هم كل حاجه طبعا، والاكل والشرب والناس هتاكل ايه وتشرب ايه وهيلبسوا ايه والجو برد ولا الجو حر ولا نحط لهم مراوح عشان يهووا ولا نعمل ايه، مبسوطين ولا لا، طبعا المفروض اعمل حاجه اكتر. صح طبعا. لكن تتعزم فرح حد اسهل بكتير. لا هتلبس وتروح. ايوه ونبتدي نحكم بقى هم عاملين ايه وحش، نقعد بقى نتأمر عليهم بقى. صح. ماشي، دورك. اوصف لي تجربتك في تمثيل فيلم الفستان الابيض مع اسماء جلال وياسمين رئيس في 3 كلمات. ممتعه، محمسه، احبها تتكرر كتير. ماشي. بتشوفي ايه دور العريس بالظبط في تجهيزات الفرح؟ دور العريس ان هو يبقى محايد تماما، موجود بس محايد. يعني ايه؟ يعني بشوف انه ما يقعدش يعني يتدخل كتير في الاختيارات بتاعتي. اوكي. لانه الفرح يعني بحسه بتاع البنت عروسة. اكتر. معاكي معاكي، بس برضو الراجل تعب وعمل وجهز، يعني هو عايز مثلا نجيب رقاصه، مش ضروري نجيب له رقاصه، يعني ما نزقش الموضوع في الرقاصه. عايز مطربه طيب عايز ايه نجيب له بس ايه؟ يبقى ليه اراء، يعني يبقى عنده اضافات، بس مش حابب يعني يعمل حاجه زي يعني هو مش هيقول مثلا حطوا هنا الورد، حطوا هنا الدانس فلور، حطوا هنا البوفيه، حطوا هنا الاكل. ليه هيقول كده؟ هو مش عرفه. افرضي حب، او حطوا ورد ابيض او حطوا ورد اخضر. افرضي واحده من هواياته هو ليه في الورد وبيعرف يديزاين وبيعرف يعمل، يبقى عنده انبوت. خلاص يعني بحسه على حسب برضه الريليشن شيب، وعلى حسب هو عنده ايه انبوت يحطه وهي عندها ايه انبوت تحطها. بس متفق معاكي ان في الاخر الفرح 80 او 70% منه هو للعروسه. يعني وانا ما بحبش حد يحط ايده في الفرح بصراحه. اوكي. انا غيري بقى
انا بصراحه يعني انا احب انا اللي اقول هو كل يلبس حاجه. بدلته ويجي يحضر البدله اللي انا هقول له عليها كمان. يعني هو هيقول لي انا مثلا هيقول لي نفسي البس دي او دي او دي، يديني مثلا اوبشنز، انا اقول له دي. اوكي، ما تلغيلوش الثلاثه وتجيبي له واحده رابعه. لا 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 والحمد لله حقق له احلامه برضه. ماشي. شايف ان في حاجات في تجهيزات الجواز الرجاله مش بتفكر فيها اصلا والستات بس هي اللي بتشيل همها؟ يعني اكيد ممكن يبقى فيه طبعا، بس مش زي ايه مثلا؟ مش عارف، لان انا كنت اقول لك انا حاسس ان هم المفروض يبقوا يتشاركوا في كل حاجه عشان يبقوا هما الاثنين شايلين مع بعض. بس لا، في حاجات انا بقى ممكن ابقى شايله همها بزياده قوي عنك. زي ايه؟ زي مثلا السنتر بيس. اكيد بجد اكيد. عمرك شفت راجل بيتكلم عن السنتر بيس؟ على فكره شفت، بس واحد من 100 ست، يعني 100 ست مقابله وراجل يعني بس دايما غريبه جدا تلاقينا احنا بنركز او لون الورد طبعا، لون الكوبايات، الحاجات. لا واقول لك على حاجه، انا كراجل انا احب قوي ان حد يشيل عني التفاصيل دي. يعني احب ان هي لو محتاجه مساعده او لو محتاجه راي يبقى موجود الراي، بس لو حابه انك انت تشيلي الموضوع على بعضه، يا سلام، عندي حاجات كتيره قوي تانية ابقى مركز فيها. بيرفكت، تحفه. فلا، متفقين جدا، الحمد لله مفيش خلافات سو فار. حلو جميل. ايه المشهد اللي حسيتي ان ورده قريبه من ياسمين في الحقيقه؟ ورده قريبه من ياسمين في الحقيقه؟ بالظبط. لا، في كذا مشهد، يعني في حاجات كتير بصراحة. يعني مثلا المشهد بتاع الخناقة لما وردة وقفت وكانت بتفكر تاخد قرار ان هي تدخل ولا ما تدخلش. ده يعني قرار صعب قوي قوي، ان بنت تاخده، ان هي تبقى شايفة الخناقة بتحصل وهي عارفة كويس قوي اللي جوه ده بيحصل، يعني هيحصل لها ايه، وهي تبقى بره، هي بره في امان، بس هي تاخد قرار ان هي تدخل جوه. دي حاجه انا حسيت ان وقتها يعني سواء ورده او ياسمين هيكون نفس الاحساس. اي بنت هتبقى واقفه كده بتاخد القرار ده دلوقتي ان هي تدخل في الخناقه دي، وقرار صعب لان هي داخله برضه بتخلص بنت من بين قد كده راجل، يعني كام راجل يعني بالزبط. فده كان مشهد صعب قوي. وهي ورده او ياسمين او مروه او اي بنت هتبقى حاسه ان هو قرار صعب ان هي تاخده. بس هو الاصح ان انا هدخل انقذ اللي قدامي، وحتى لو هيجي عليا انا. ما هي ساعتها انت اكيد يعني لا، اي واحده مش هتقدر تاخد، يعني مش هتقدر غير ان هي تاخد القرار اللي ورده خدته، ان هي هتدخل وتحاول بقى يعني مش هتقدر تشوف ده بيحصل قدامها لا. فده ده قريب كان مني قوي. وكذا حاجه في برضو مشهد مع مامتي في السرير، برضو ده لما كانت بتتكلم معايا وقلت لها ان وهي بتقول احنا بننشف البنت، وقلت لها لا انتوا مش بتنشفوها، انتوا بتكسروها. برضو يعني كنت حاسه ان هو برضو حقيقي قوي وقريب قوي مني. في مشاهد كتير الحقيقه، وهي دي من احلى حاجات في الفيلم، انك فعلا وانت بتقري وانا بقرا تحس ان لا، في الحاجات دي قريبه من الواقع وقريبه من الحقيقه وقريبه مننا جدا حقيقيه جدا يعني. حلو ده. ايه اكتر حاجه المفروض العريس يعملها عشان يطمن العروسه قبل الفرح؟ هي انت بالنسبه لك بتشوف العروسه قبل الفرح ايه اكتر حاجه هي بتبقى قلقانه منها؟ كل حاجه حاجه واحده؟ لا، الفستان والاكل والمعازيم والدي جي ولو في حد هيغني وكل حاجه طبعا. وهتعمل ايه عشان تطمنها بقى؟ احاول اسمعها طول الوقت، احاول اسمعها واتفهمها، واحاول انا يمكن دلوقتي الواحد بقى ماتيور برضه، عشان ما يبقاش الواحد عمال بيجمل الكلام وبيقول كلام مثالي قوي. الواحد كل ما بيكبر كل ما بيعقل، كل ما بيفهم، كل ما بيعدي بتجارب اكتر، فبيبقى عنده اختيارات مختلفه. بس من دلوقتي هقول لا، احاول اسمعها، احاول اتفهمها، احاول اشوف لو في حاجه اقدر احلها، لو في حاجه محتاجه اسمعها بس من غير ما اقول رايي اسمعها بس. حتى لو شايف ان هي بتتكلم في حاجات بالنسبه لك ممكن تبقى بسيطه تافهه، ما ينفعش تطلع بقى التفاهه. أيوة. ما ينفعش تعبر طبعا ولا لا، لازم كل حاجه تبقى واخده حجمها مهما كانت بالنسبه لي انا كراجل تافهه، بالنسبه لي هي كبيره. تحترم مشاعرها، ومهما طبعا كان الحاجه صغيره او تافهه هي مش مشكله بقى زعلانه عليها، انت تحترم ده طبعا، لان صح. ممكن تبقى في العكس بقى حاجه بالنسبه لي انا
كبيره قوي وبالنسبه لها تافهه. حلو. فكره ان احنا نحترم ايه الكبير عند بعض وايه التافه عند بعض، دي مهمه قوي. لو كل حاجه في الفرح بقت مسؤوليه العريس، تفتكري هيطلع الفرح عامل ازاي؟ هيطلع جلابيه بارتي، هيطلع ديش بارتي، اللي هو كل واحد يجيب معاه حاجه وكلنا نجمع الاكل ونعمل ديش بارتي، والبسوا حاجه تريح كل اللي انتوا عايزينه. يعني هيطلع كده جلابيه بارتي. هيطلع مش هيطلع فرح طبيعي. هو مش هيطلع تقليدي، بس هيطلع فرح، يعني هيطلع فيه فرحه، بس مش ضروري العروسه تتبسط. بس كده يعني هتبقى حاجه يعني ايه، عشوائيه، صح؟ مش منظمه قوي بقى ومظبطه قوي. لا مش متحنتفه، لا مش معموله مظبوط. قولي لي. نفسك لما الناس تتفرج على الفيلم يطلعوا من الفيلم يقولوا ايه؟ يقولوا احنا عارفين احنا عارفين دول، احنا عارفين عصام وعارفين ورده وعارفين بسمه، احنا شفناهم قبل كده، او انا وعصام او انا ورده. يعني يبقى بجد عبرنا عنهم بشكل بجد يلمسهم وبجد حقيقي. بس انا حاسه ان ده هيحصل بجد. يعني انا حاسه ان ابتدت ان الفيدباك تجيلي من الناس امبارح لما اتفرجوا انه ده بيحصل بجد يا استاذه، ده بيحصل بجد كده، ده بيحصل فعلا. والناس اللي مش عارفه حتى هو ده بيحصل. يعني في مثلا ناس بنات ما بتركبش مواصلات وما بتمشيش في الشارع، عمرها ما ركبت مواصلات ولا مشيت في الشارع. يعني هي طول الوقت هي معاها اهلها بيوصلوها، او لما كبرت اهلها جابوا لها عربيه فما مشيتش في الشارع، فما تعرفش ان ده بيحصل. فهو ده بجد بيحصل. بجد بيحصل جد. ده حقيقي، ده حقيقي مليون في المية طبعا. طب هيبقى نفس السؤال، ايه الرساله اللي نفسك الناس تطلع بيها من الفيلم؟ لا انا مش عايزه رسائل، انا ولا بتاعه رسائل ولا بتاعه جوابات. انا عايزه الناس تطلع من الفيلم مبسوطه ومصدقه. يعني انا ما بحبش فكره ان انا اقعد اقول انا بعمل فيلم عشان رسالتي كذا كذا كذا، وانا رسالتي في المجتمع، وانا رسالتي، يعني انا ما بقتنعش بالكلام ده. هو كل واحد هنا في الدنيا لسبب معين حقيقي، ولرساله معينه ولهدف معين. بس انا مش حاسه ان انا شغلتي ان انا اقدم افلام اقدم فيها رسائل. انا بحكي حواديت وقصص الناس اللي بشوفهم حواليا واللي بيأثروا فيا. لو جيت تركز هتلاقي انت لوحدك على بعضك رساله. يعني انت كأحمد رساله، انا كياسمين رساله جايه بعمل. فمش هقعد اقول، مش بقلل من قيمه ان انا الناس اللي بتقول ان هي بتقدم رسائل، مش بقلل من قيمه ده. بس بجد يعني حاسه ان يمكن اكون انا لسه اصغر من ان انا اقول انا بقدم رساله في الفيلم بتقول كذا وكذا وكذا. لا، هو احنا بنحكي حواديت الدنيا اللي احنا عايشين فيها. والناس لما بتتفرج بس كل واحد بيحس بقى ده شبهه وده مش شبهه، ده شبه جاره وده شبه صاحبه. وحاسس ان فكره ان احنا نبقى طول الوقت بندور على ايه الرساله او ايه الهدف تخلينا ما نعملش حاجات كتير. يعني ممكن تبقى حدوته، هي حدوته ممتعه من غير هدف او رساله واضحين، بس هستمتع وانا بعملها وهستمتع وانا انا مره شفت فيلم يا احمد، فيلم شورت موفي لراجل عجوز نايم في بيته، بيقوم بالعافيه يمشي ياخد الدواء، وشباك اوضته باصص على التوين تاورز اللي اتضربوا ايام 11 سبتمبر. الفيلم كله عن الراجل وهو في بيته وبيحاول يقوم ياخد الدواء، ومن الشباك احنا شايفين البرجين بيولعوا. هو ده الفيلم، الراجل جوه البيت. ايه الرساله؟ هو الراجل ده عايز يقول لي ايه الرساله؟ ان هو مش قادر يقوم ياخد الدواء؟ لا، ما فيش رساله. هو عايز يقول لي ان في يوم من الايام، يوم 11 سبتمبر، كان في ناس عواجيز غلابه وعايشين في بيوتهم، ناس بني ادمين زينا، وفي من ضمن الناس دول كان في راجل قاعد عايز ياخد حبايه الدواء وعايش لوحده. بس فجاه حصل انفجار والبلد والدنيا كانت بره بتولع والعالم بيتقلب، بس هو الراجل في حياته وهو في بيته بياخد حبايه الدواء بتاعه، كوبايه الميه، وقعد والدنيا ورا من الشباك ولعه مولعه، العالم كله بيدور على اسامه بن لادن وهو قاعد في بيته. بس خلاص، فين الرساله؟ كل واحد بقى يتفرج على الربع ساعه دي، هو بقى يشوف رسالته ايه، هو شوف هو حس بايه، هو الفيلم وصل له ايه. يعني متهيألي فهمتني كده. طبعا.
ليه دايما بيقولوا ان لو العريس شاف الفستان قبل الفرح ده فال وحش؟ مش أنا عارفة. نفسي افهم بقى الموضوع أيوة. ده جدا. يعني اكيد في حاجه حصلت تاريخيا فمن بعدها الموضوع بقى لا كده. مش تاريخيا، لا. اكيد في حاجه حصلت فبقى بعدها لا ما بس مش عارف ايه اللي حصل بصراحه، مش عارف لا ايه لا، سبب هي الموضوع هقول ده. لك هو فال وحش لانه هو لازم يشوفها في الاول كده مفاجاه، ويتفاجئ كده وهي ويعيط عروسه. ويعمل يعيط؟ مش عارفه، اسماء قالت على موضوع العياط ده، مش والله عارفه بقوا بيعملوا كده يعيط ليه. جدا في الفيرست لوك في اول بصه كده فبينبهر من كتر الانبهار فبيعيط. ممكن في ناس يحصل لها كده. ده حقيقي لو على حسب مثلا مشاعر الشخص. يعني تخيل لو راجل هو كل يوم بيشوف خطيبته وهي لابسه ونازله رايحه الشغل مبهدله، مش يعني يوم الفرح بقى هي بتبقى مظبطه وعامله شعرها وحاطه مكياج ولابسه فستان ابيض، فاكيد ده بيبقى شكلها مختلف عن كل يوم هو بيشوفها فبيعيط من الفرحه بقى ان هو شاف عروسه قدامه. الله على ممكن. دموع. الله. ماشي، اخر سؤال. لو خطيبك قالك مفيش بادجت نعمل فرح تعملي ايه؟ لا بص بقى، اتفضل. النقطة دي مهمة. أولا هو مش هيقول لي مفيش فلوس نعمل فرح، هو يا إما إحنا متفقين إن إحنا نعمل فرح أو ما نعملش فرح. بس مفاجأة اللي هو ايه ده مفيش مفاجأة بادجت لا دي مفيش فلوس ما نعمل، لا إحنا ممكن نعمل فرح صغير على قدنا لو إحنا عايزين نعمل فرح، لكن إحنا ممكن ما نعملش فرح خالص. لكن ما تجيش تقول لي هعمل لك فرح بس أنا ما عنديش فلوس أعمل لك الفرح اللي نفسك فيه. اوكي. لا، يبقى ما نتجوزش دلوقتي. يبقى نبقى متفقين نبقى على إن متفقين إحنا بس ما هنعمل تفاجئنيش. الفرح. طبعا. يعني يا اما تقول لي انا امكانياتي كذا فاحنا هنعمل فرح صغير على قدنا، بس ما يبقاش انا نفسي في فرح وانت تيجي تقول لي انا ما عنديش فلوس خالص اعمل فرح. اوكي. يعني بس يعني هو لو بس احنا هنلاقي طريقه اكيد، يعني أكيد. ممكن مثلا نتشارك مع بعض في فلوس الفرح. ممكن اقول له طب هستنى لما تشتغل شويه ويبقى معاك فلوس تعمل الفرح، او ممكن اقول له نلغي الفرح، يعني برضو عادي. حلو قوي ده ان هيبقى في تفاهم عموما، مش مفيش حاجه لا 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 مفيش حاجه صادمه يعني. لا مفيش جواز يعني بالخناق كده. لا طبعا. لا طبعا. لا. بس هو فكره المفاجاه دي هي دي اللي هتبقى وحشه في اي حاجه. فجأة كده يعني ما عنديش فلوس اعمل فرح، لا خلاص باي ايه باي. اللي حصل؟ طب احنا بنتكلم اهو، ما احنا مخطوبين بقالنا كتير، ايه المفاجاه؟ وانت عارف من الاول ان انا نفسي اعمل فرح مثلا. انا يعني ممكن في الحاجات دي مختلفه، بس انا بتكلم يعني كرأي الستات عموما. بس انا ممكن ابقى فلكسبل اكتر، لانه ممكن ابقى انا مثلا على حسب مودي. يعني انا في اول مره ما عملتش فرح، ما كنتش عايزه، بس تاني مره لا كنت عايزه. على حسب فاهمك قوي. هو فعلا هو على فكره كل حاجه ريلاتيف، يعني كل حاجه على حسب. يعني ممكن نبقى بنجاوب اجابات دلوقتي اتنين تانيين يقولوا طبعا كل حاجه متغيره. احنا بالزبط. ممكن نفس الاجابات دي كمان اصلا سنتين تبقى حاجات تانية خالص. تماما من نفس الاشخاص. صح طبعا. صح. اخر سؤال خالص وهو بال9 اسئله. ايه بقى؟ الستات عايزه ايه؟ عايزين حب وسلام وسعاده. ده البشريه. والستات، ما هي الستات جزء من البشريه، بس هو أكيد. الحب والسلام والسعاده دي اهم 3 حاجات تهيألي.